وهو ما لا يريده الشيطان. الشيطان لا يحب أن تبقى المباراة بينك وبينه قائمة، يريد أن يهزمك في الجولة الأولى. ما فائدة إنسان يخطئ ويتوب ويستغفر فيبدل الله سيئاته حسنات، ثم يعود فيخطئ ويتوب فيغفر الله له؟ ما فائدته بالنسبة للشيطان؟ جهد مهدر. لكن الإنسان الذي يخطئ فيسعى لتبرير خطئه هو العميل المثالي، لأنه إنسان تم إقصاؤه من رحمة الله، وبالتالي ضمن الشيطان ضمه لفريقه. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قدر بسيط من الكبر يكون مانعا من دخول الجنة. الكبر مرض لا يشفى صاحبه حتى من رأى المعجزات بأم عينيه. انظر ماذا قال الله عن الكفار الذين طلبوا معجزة ليؤمنوا: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. سيستمرون في التكذيب حتى وإن رأوا أعظم المعجزات بأعينهم. هذا هو الكبر، الخطيئة الأولى التي يسعى الشيطان أن يزرعها فيك. خلاصة القول: إن أخطأت فكن على وعي تام بأنك تخالف الله، وأن خطأك من قبيل الضعف، واجتهد في إصلاحه. حتى وإن وقعت في الخطأ نفسه 1000 مرة، تب عنه 1000 مرة، ولكن لا تبرره، لا تبرره ولو لمرة واحدة. سلام عليكم.